السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهارده العدس. معايا نص كيلو من العدس، غسلته كويس جدا وحطيته كده في ميه، وحطيت عليه 4 5 فصوص من الثوم وبصلايه واحده، وحطيت حوالي 4 أو 5 طماطميات. قطعتهم 4 ارباع. حطهم عندك جزر حطي براحتك، انا ما كانش عندي. هسيبه بقى يغلي خالص من شايفين، وبالهاند بلندر كده هضربه. ما عندكيش هاند بلندر، عندك الخلاط، لما يبرد اضربيه في الخلاط وصفيه كويس ورجعيه تاني للحله زي ما انتم شايفين. طبعا انا بحبه خفيف شويه عشان انا هعمله شوربه وهعمله فتة، فهزوده ميه، لا هخليه خفيف ولا هخليه تقيل. وهنزل كده بمعلقه كبيره من المكرونه الشعريه زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بملح وكمون وشويه شطه ومعلقه كبيره من الثوم. ما بتحطلوش توابل تاني يا جماعه. بصوا الجمال. معايا بقى طاسه على النار كده فيها شويه زيت ومعلقه سمنه كبيره كده او زبده. هنزل كده ببصلايه متقطعه صغنن، اول ما تاخد لون فاتح كده هنزل على طول عليها على العدس. دي الطشه بتاعت العدس. ويشم الروايح ودوق الطعم بجد حاجه تحفه. معايا بقى شويه عيش ناشف كده، حطيتهم كده في الصينيه، حمرتهم كده بحته زبده، يعني شوحتهم كده في حته زبده. وبعد كده هنزل عليهم بقى كده بالعدس. عامل شويه فته يا سيدي، حاجه كده مسكره، هتتدفي يعني هتتدفي في الشتاء. بصوا الجمال. بصوا بقى شويه العدس، ايه رايكم في الجمال؟ لا خفيف ولا تقيل. وشويه فته مية مية. وعملت جنب منها كمان طماطم مخلله بالثوم والكمون والليمون. بجد كانت اكله تحفه، بجد تحفه بجد.